حلقة النهاردة عن ازاي نقول السحور، الصيام والافطار بالانجليزي. السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. السحور والصيام والافطار ازاي نقولهم بالانجليزي؟ يلا نشوف مع بعض. اول كلمة معانا النهاردة هي كلمة سحور، والسحور معناها الوجبة اللي بناكلها قبل الفجر عشان نستعد للصيام، وبنقولها زي ما هي كده بالظبط سحور، لان اصلها عربي وهي اتانجلزت. اوكي، يعني هم خدوها وجنسوها فبينطقوها زينا بالظبط سحور. بعض الناس ممكن يقول عليها بريدون ميل، يعني وجبة قبل الفجر، لكن الكلمة الصح والاشهر هي كلمة سحور. طب لو عايز تستخدمها في جملة هتقول ايه؟ شوف الامثلة دي معايا. لو عايز تقول انا باكل السحور مع عيلتي هتقولها ازاي؟ I have سحور with my family. I have سحور with my family. طب لو عايز تقول ان السحور وجبة خفيفة وصحية هتقول ايه؟ سحور is a light and healthy meal. اوكي، دي اول كلمة. تاني كلمة معانا النهاردة هي كلمة الصيام، ودي بنقولها بالانجليزي fasting، ودي جاية من الفعل to fast. to fast يعني يصوم، fasting الصيام. طب لو عايز تقول انا صايم النهاردة هتقولها ازاي؟ I am fasting. I am fasting. طب لو عايز تسأل حد وتقول له هو انت صايم النهاردة هتقولها ازاي؟ Are you fasting? Are you fasting? تالت كلمة معانا النهاردة هي كلمة الإفطار. بعد يوم طويل من الصيام بيجي وقت الإفطار، واللي بنسميه بالإنجليزي إفطار بالظبط زي ما قلنا في كلمة سحور. طب لو عايز تقول جه وقت الإفطار هتقولها إزاي؟ It's time for إفطار. طب لو عايز تقول أنا هفطر مع عيلتي النهاردة هتقول I will have إفطار with my family today. وبالمناسبة في الغرب يعني ممكن يستخدموا كلمة breaking the fast بدل كلمة إفطار، بس كلمة إفطار بقت مشهورة، بقت معروفة عندهم. يبقى دلوقتي أنت اتعلمت 3 كلمات إنجليزي مرتبطين بشهر رمضان. كلمة السحور يعني سحور، كلمة الصيام يعني فاستن، وكلمة الإفطار يعني إفطار. ودلوقتي ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، واكتب لنا في الكومنتات أنت بتحب تفطر إيه أو تسحر إيه. ورمضان كريم، سلام عليكم.